أكمل السؤال. بصراحة كده، لو حضرتك في موقع المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتبار أن مقاليد الأمور الآن بيده، ماذا كنت تفعل؟ كنت أفعل أن المجلس الأعلى يستمر في الحكم. هو يود أن يستمر لمدة 6 أشهر ويقول على الأقصى، ويقول أننا لدي صلاح، وأنا أقدر كل المسؤوليات. المجلس يعني تلقى مسؤولية ليست في من صلاحياته، ولديه صلاحيات كثيرة وهامة يجب أن يعود إليها. إذا استمر في 2 3 هو يستمر في هذا كما نحن عليه الآن. عندما يغادر يكون هناك مجلس رئاسي كما ذكرت، وحكومة نستطيع أن نسمي هذه حكومة الإنقاذ الوطني. تعيين 50 شخص من كافة فئات الشعب المصري، ممثلين لكافة. تعيينهم أم انتخابهم؟ أعتقد التعيين، وتحدثت كثيرا في هذا. تعيينهم فرنسا، الدستور الحالي الفرنسي، ولا نستطيع، يا ريت نبقى نص فرنسا في الديمقراطية، عينت 50 شخص لإعداد الدستور. وإنما مش المهم التعيين، المهم التواصل مع باقي الشعب وعودة المقترحات والآراء على المشروع الدستوري إلى اللجنة، وبعد ذلك طرحه على الاستفتاء. إنما مع ذلك يا ريم ممكن يكون جزء بالتعيين، ممكن يكون جزء بالانتخاب، إنما وليس. وإعداد الدستور ليس مسألة قانونية فقط كما قامت به التعديلات الأخيرة، هي مسألة في المقام الأول سياسية واقتصادية واجتماعية. القانونيين كما ذكروا لي أساتذة قانون الإلغاء هم مهمتهم فقط أن يضعوا تصور الدستور بأسلوب قانوني. هم لا صياغة فقط. صياغة فقط. فالطريق يا يسري واضح وصريح. يعني مجلس الرئاسي يستمر، المجلس العسكري يستمر حتى كيفما يشاء، 2 3 4 يحل محله مجلس رئاسي، حكومة إنقاذ وطني. قد تكون هذه الحكومة أو حكومة أخرى. بدء فعلا بلجنة تأسيسية لإعداد دستور، وقد ذكر لي من كافة الأساتذة لن تستغرق أكثر من 3 4 شهور، تمثل كافة قوى الشعب المصري. وبعد ذلك ننتخب على نظيف رئيس جمهورية بيحكم بدستور ديمقراطي. مجلس شعب، أعطيت للشعب فرصة ليكون أحزاب ويشكل نفسه ويشارك بمصداقية وفعالية في الحياة الجديدة. حرية التكوين الأحزاب، حرية تكوين النقابات. نحن في احنا النهارده بننتقل نقله 180 درجه يسري، وبالتالي ما اقدرش ان نعمل بعد 30 سنه من عصابه في 6 اشهر اقول بقينا ديمقراطيه. النقطه دي واضحه، انا عارف ان حضرتك يعني تعود للتاكيد عليها، واضحه. انا اريد ان اسال عن، لان امامي الان اعلان نيه موقع ببصمه صوت حضرتك عن الترشح. عندما يفتح الباب اعلنت نيتك امامنا جميعا، امام الشعب المصري، انك تنوي ترشيح نفسك. صحيح. إذا لم يختلف الحال فيما يتعلق بهذه النقطة، أولا ستسحب النية مرة أخرى؟ لن أعمل كما ذكرت يسري لأكون جزء من ديكور. سأعمل رئيس جمهورية عندما أرى. إذن فالإجابة لا. الإجابة لا. الإجابة إذا ما كنتش أرى أن هناك منظومة ديمقراطية حقيقية وشعب ممثل في، ليس فقط في كرئيس الجمهورية، شعب ممثل في برلمان له صلاحيات. لغاية النهاردة جزء كبير من ميزانية مصر لا يدخل البرلمان، عشان لا يمكن أن أكون حاكم لمصر ولا أعرف ما دخلي عشان أعرف إنفاقي. يعني هناك السلطة القضائية ليست مستقلة بالكامل. يعني إذا كان لما لم تكن هناك، عشان أكون واضح، لما لم تكن هناك منظومة كاملة ديمقراطية، فأنا لن أكون جزء من هذا الديكور. كما تعلم هذا موقفي منذ أن عدت من مصر. لن أكون أشارك أبدا في أي، وسأستمر كما أطلقت عليه ريم، أطلق عليه الناشط السياسي، المعارض السياسي، إلى أن نحقق ما نراه في كل دولة في العالم، نظام تمثيل حقيقي للشعب. الشعب يكون فيه السيد والحاكم، ويكفينا ما رأيناه دستور فاسد ينتج عنه نظام فاسد.